سلام سلام، مرحبا بكم في قناتي مطبخ فوزية. جبت لكم وصفة اليوم لابيري باللحم بصوص حمراء. جاتني الوصفة بزاف بنينة وممنوع تدي لكم الوقت، من ننصحكم انكم تجربوها. بالنسبة للمقادير غادي نكتبهم في صندوق الوصف، وبالنسبة لطريقة التحضير راهي قدامكم. نبداو ماسوج فوريو تاع اليوم. قررت اني نحكي على القيمة. كاين ناس يشوفوا القيمة تاعهم في الأموال تاعهم، في السيارات، في الأزواج، في الخدمة تاعهم، في أي حاجة خارجية، في الآراء الناس عليهم. إذا ما رضاوش عليهم الناس قيمتهم زيرو. إذا خسروا الأموال تاعهم ولا خسروا السيارة تاعهم خلاص، تلقاه بقيمته زيرو. بالك تلقاه ما يقدرش يخرج ويشوف مع الناس ولا يحكي مع الناس واش يشوفوني نو. ولا إذا خسر الأصدقاء تاوعو، ولا وحدة طلقت، ولا واحد اتطلّق، ولا خسر شريك الحياة تاوعو ولا عفسة، يقول لك خلاص القيمة تاعي راحت، أنا صاي. لا، القيمة تاعنا تبدا فينا من الداخل، تبدا فينا من الداخل، من أنفسنا، ماشي من الخارج. ما نعتمدوش القيمة تاعنا من الخارج، من برا، من أي حاجة، أي حاجة كانت، سوا العيلة تاعك، سوا الأصدقاء، سوا الزواج، سوا الأموال، سوا العمل. أي حاجة خارجية تبقى خارجية، ما تربطش القيمة تاعنا بحاجة خارجية. القيمة تاعنا تبدا من أنفسنا، من الداخل تاعنا. كي نكونوا نعرفوا رواحنا كيفاش دايرين، كيفاش الحاجات السلبية تاوعنا، إيجابيات. كي نعرفوا السلبيات تاوعنا نخدموا عليهم، كي نعرفوا الإيجابيات تاعنا ونزيدوا نطوروهم. كي نكونوا نعرفوا صح القيمة تاعنا كيفاش دايرة، ماشي أي حاجة تجي تأثر فينا وتهبط القيمة تاعنا لأنفسنا. أنا ننصح أي واحد يفهم القيمة تاع نفسه. نخليكم، نقول لكم باي باي.